أهلا. أنا خلود الصحية، مهتمة بالطبخ وخاصة الطبخات الصحية. كثير أوقات بقى معانا لحم من بقي مثلا من عزيمة مثلا، أو سوينا رز وبقي لحم زيادة، فسويت معاكم فكرة. هذه صراحة معتمدتها من زمان. راح أسوي تطلع معاكم سندوتشات مرة لذيذة وراح تعتمدوها. أول شيء راح أذوب اللحم، هو كان في الفريزر، راح أذوبه في الميكرويف بخاصية التذويب. بعدين راح أحط زيت زيتون، حطوا الكمية اللي تحبوها لأن الخضار كثير فحطيت زيادة شوية. بعدها راح أضيف البصل، راح أقلب كذا على نار متوسطة لحد ما يبدأ يتحمر. أول ما يبدأ معانا كذا يتغير لونه زي كذا راح أضيف الفلفل البارد. إذا متوفر كمان عندكم فلفل حار ممكن تضيفوه، ممكن تضيفوا طماطم مقطع. أنا أضفت بعد صلصة طماطم. راح أضيف شوية موية عشان ما تصير قاسي معانا، ملح وبهارات. طيب على نار كمان هادي مرة راح أقلبهم. عندكم حرية الاختيار في الإضافات، اللي تحبوا ضيفوا. هنا قطعت اللحم أوصال صغيرة مرة بعد ما غسلته ونظفته، إنه هو كان مع رز فشلت نظفته من الرز والدهون. قطعت أوصال صغيرة مرة تناسب السندوتشات. طيب بعدها أضفت بقدونس أو كزبرة مجففة، ممكن تستغنوا عنها عادي. شوفوا على نار مرة هادية راح أستمر في التقليب. أضفت شريحة جبنة شيدر، إذا متوفر جبنة موزاريلا عادي، ممكن جبنة كمان سايلة بيضاء كمان عادي. راح أخليها على نار خفيفة لحد ما تذوب الجبنة. طيب أقلب الجبنة مع اللحم. الوصفة ترى مرة والله لذيذة بشكل يعني كأنه سندوتش يعني حق المطعم. مرة راح تحبوها وتعتمدوها. طيب هنا أنا جبت الخبز، ممكن تستعملوا سندوتش صامولي، ممكن توست، ممكن خبز برجر اللي يريحكم. هنا أضفته في الخبز. فردت على كامل الخبز. بعدها راح أضيف الكاتشب، ممكن نضيفوا كاتشب، مايونيز، شطة، اللي تحبوه. ضفت كمان الخس، إذا تحبوا كمان تضيفوا مخلل، طماطم، اللي تفضلوا. أضفت هنا بطاطس مشوي بالقلاية الهوائية. صدقوني في كل مرة راح يبقى معاكم لحم راح تسوي الطريقة هذه لأنها مرة لذيذة. بعدها راح أحطه في الحماصة شوي كذا يتحمص، قطعته قطعتين بالشكل هذا. خلاص يتقدم كذا بالعافية.